الى النجف الاشرف، الى الحنان السيد مقتدى الصدر، نقول له انت عندك معامل حديد، خلي الشعب يعلم. وبلبنان تغذي الشعب العراقي 3/4 الشعب العراقي، وهذه العامة معامل الكاله هاي مال قيمر وينها؟ اذا انت تقول شلع قلع، زين كلمتك وينها مال الشلع قلع؟ اذا شلع قلع وانت قعدت ويا عمار، شلع قلع قعدت ويا اياد علاوي، شلع قلع قعدت ويا العبادي، شلع قلع قعدت بدري ويامن، وين كلمة الشلع قلع؟ اما تنزل الى الشارع وتكون مواطن عادي ليس قائد على الحوزة علمية، على عين وراسي ابوك محمد الصدر، بس تنزل الى الشارع مواطن عادي تطالب بالشعب، تطالب حتى الشعب، بس ما تنزل لي قائد وتجي لي ناس تصعد لي كلمه كلمتين، لا يا حبيبي. نطالب من هنا من هذه الساحه من سماحه السيد القائد ان هو الكلمه مالته مسموعه لهم، بس مع كل الاسف الشديد كلمته كانت قبل مسموعه من 2016 الى 2017، هسه كلمته ما مسموعه لان اخذ مقاعد واخذ حكومه، نطالب منها. اما ينزل الى الشارع ويصير مواطن مع الشعب مواطن عادي، اما يقول انا اسكت واقعد ببيتي واقعد، خلي يمثل ابوي ويقعد ببيته ويسكت. شعب جاع يطلع لي هنا يجيني كلمه شلع قلع، شذوا بالشلع قلع؟ انا تغيير الحكومه، هو طب للخبر حط خيمته، الحكومه كانت ساقطه، الحكومه العراقيه ساقطه بيدها كلها، الجريدي حشد سامع مشان بالخضراء من طب، بس هو اطب اشكل حكومه مستقله، هذول اللي وياك تعالوا قعدوا يلا نشكل حكومه، وهذا الشعب متاني كان بالباب، انتوا قعدوا وانا اطب. شنو انتوا قعدوا عمي؟ شنو انتوا قعدوا؟ شعب جاع، بس شو نسوي؟ نقول لك الله.